خليني اخذك شوي برا المباراة، كنت حديث وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة، اعتذرت سابقا عن حفل الفيفا لتسليم الجوائز لأفضلية اللاعبين بسبب ارتباطك مع الفريق الهلالي، الآن اليوم نتحدث عن حفل الاتحاد الافريقي وانت المرشح الاول لجائزة افضل حارس، لماذا لم تذهب؟ كما كتعرف انا الواقع ديالي هو نادي الهلال، والمباراة ديال اليوم مباراة مهمة جدا. فالكاع الواحد الكلشي كيبغي يحضر في حال هاد الحفلات وداك الشيء، ولكن الواقع ديالي هو نادي الهلال، والمباراه ديال اليوم كانت مهمه وكان خصنا نفوزوا بها، وكما شفتي الخصم ما كانش عادي. على اي لا تعطاتني الجائزه، كنبغي نشكر كاع اللاعبين ديال المنتخب الوطني والناس ستاف تكنيك واصلا وايضا الناس ديال اشبيليا اللي عاونوني بزاف، والان مع النادي الهلال اللي تا هو كيخليني نبقى في مستوى كبير. ولما لا فاز بها حارس اخر فكنبغي نحييه تا هو، حيت كاينين حراس كبار الحمد لله في افريقيا، وهادشي اللي كاين. المصادر تقول بانه اداره الهلال والمدرب سمحوا لك بانك تروح للمباراه، حب كبير تمتلكه لهذا الفريق على الرغم من قصر المده. ولكن كما كتعرف، كما قلت لك الواقع ديالي هو نادي الهلال، وانا كنخدم كل نهار باش نجاوب مع داك الشيء اللي محتاج الهلال، فما نقدرش غير نجي ونروح بالطريق. اختصر لك الكلام، الحمد لله انه جانا بس والله. شكرا بون. مبروك ياسين. شكرا ياسين بون علي البليهي.